النادي الأهلي واحد من عمالقة الكورة، قرر ياخد خطوات جديدة وحاسمة جدا، إجراءات انضباطية صارمة. الهدف منها يرجع التركيز ويحافظ على مكانته وتاريخه. طيب، عشان نفهم القصة كاملة خلونا نمشي خطوة خطوة. هنبدأ الأول بالضغط اللي خلى النادي ياخد القرارات دي، وبعدين ندخل في تفاصيل لائحة الانضباط الخماسية الجديدة دي. من هناك هنشوف إزاي العقود الجديدة هتحمي أسرار النادي، ونسأل نفسنا ليه دلوقتي بالذات. وفي الآخر هنوصل للهدف الأهم من كل ده، التركيز عشان البطولات. نبدأ بالقسم الأول، حصنه تحت الضغط. يعني إيه؟ يعني هنشوف إيه هي الضغوط الكبيرة اللي النادي كان بيواجهها الفترة اللي فاتت، واللي خلت الإدارة تقول لأ، لازم وقفة، لازم نرجع نفرض الانضباط عشان الاستقرار يرجع. السؤال المهم هنا هو ليه فجأة النادي الأهلي بياخد إجراءات بالصرامة دي كلها؟ الحقيقة إن المعركة مش بس جوه الملعب ضد المنافسين، لأ، ده في تحديات تانية كتير من جوه ومن بره بتهدد استقرار النادي نفسه. وهنا بقى الصورة بتبدأ توضح أكتر. الضغوط دي جاية من كل حتة. بنتكلم عن تسريبات بتطلع للإعلام من ناس شغالة في النادي أو كانت شغالة فيه، وده طبعا بيعمل بلبلة. وفي كمان إحساس عام كده إن انضباط اللعيبة محتاج يتشد شوية. ضيف على كل ده التحديات الإدارية مع جهات زي الكاف. كل ده بيحط النادي في موقف صعب، وبيخلي استعادة الهيبة دي رهان كبير قوي. طيب، قصاد كل الضغوط دي كان لازم الإدارة تتحرك، والتحرك ده كان قوي ومنظم. الحل كان في اللي بنسميه لائحة الانضباط الخماسية. دي عبارة عن 5 قواعد أساسية جديدة هتطبق على الكل، من أكبر لاعب لأصغر واحد في الجهاز الفني، مفيش فيها أي استثناءات. القائمة الخماسية دي نقدر نعتبرها الدستور الجديد للانضباط جوه الأهلي. البنود بتاعتها واضحة ومباشرة وما فيهاش أي مجال للتأويل. أول حاجة، ممنوع تماما أي حد يتكلم في الإعلام عن أي حاجة تخص الفريق. تاني حاجة، مفيش ظهور في إعلانات أو مناسبات عامة من غير إذن صريح من النادي. تالت حاجة، محدش يلعب كورة في أي حتة بره النادي أو المنتخب. والنقطتين الأهم بقى، ممنوع منعا باتا أي اعتراض علني على قرارات الجهاز الفني، والكل لازم يلتزم بنظام دكة البدلاء وقت الماتشات. الهدف من كل ده إيه في الآخر؟ إن التركيز كله يكون في المستطيل الأخضر وبس. طيب، الموضوع مش مجرد شوية قواعد وبس. الإدارة بتبص لقدام، بتفكر إزاي تحصن النادي على المدى الطويل. وده بياخدنا للنقطة الثالثة، العقود الجديدة. وهنا بقى الكلام بيكبر قوي. وهنا نيجي للنقطة اللي ممكن تكون الأهم والأخطر في المنظومة الجديدة دي كلها. بصوا على النص ده، عقوبة صارمة تصل إلى أكتر من 1,000,000 جنيه لأي شخص يخالف قانون حظر الحديث عن أسرار العمل. الكلام هنا مباشر جدا، وده رد فعل طبيعي على كل التسريبات والانتقادات اللي كانت بتطلع من ناس كانت في النادي قبل كده. 1,000,000 جنيه وأكتر. الرقم ده مش محطوط عشان يخض بس، لأ، دي رسالة واضحة وصريحة لأي حد هيمضي عقد مع النادي، لاعبين أو مدربين أو إداريين. الرسالة بتقول إن أسرار أوضة اللبس دي خط أحمر، واللي هيعديه هيدفع تمن غالي قوي. دي بصراحة نقلة تانية خالص في طريقة إدارة الأمور. المقارنة دي بتلخص كل حاجة. زمان العقود كان فيها كلام عام عن السلوك الكويس وقواعد عامة، دلوقتي لأ، الوضع اختلف تماما. جنب البنود العادية بقى فيه بند سرية واضح وصارم، والأهم مرتبط بعقوبات مالية ضخمة ومحددة. يعني الموضوع اتحول من مجرد توجيهات وأخلاقيات لمسؤولية قانونية وعقدية مباشرة. ونيجي للقسم الرابع، وهو سؤال منطقي جدا. إشمعنى دلوقتي؟ ليه كل القرارات دي اتخذت في التوقيت ده بالذات؟ هل الموضوع صدفة؟ لا طبعا، التوقيت ده محسوب بالملي، وهو جزء من خطة أكبر بكتير بتجهز الفريق لمرحلة جاية صعبة ومهمة. السبب في التوقيت ده هو إن كل حاجة بتحصل في وقت واحد. عندك 11 لاعب دولي من أعمدة الفريق الأساسية راجعين من منتخباتهم. في نفس الوقت الفريق داخل على جدول ماتشات مضغوط جدا، ومفيش فيه وقت لنفسه. الإدارة عايزة تخلق جو من التركيز التام عشان اللي بيسموها مرحلة التتويج، يعني مرحلة حسم البطولات. فالقواعد دي لازم تطبق فورا أول ما اللعيبة الدولية ترجع، عشان تكون دي بداية صفحة جديدة تماما قبل الماتشات الرسمية المهمة اللي جاية. وبكده نوصل للقسم الخامس والأخير. الهدف من كل ده إيه؟ بعد ما شفنا الضغوط والحلول في شكل اللائحة والعقود الجديدة، وعرفنا ليه التوقيت ده بالذات، فاضل نعرف الغاية النهائية. كل اللي بيحصل ده بيصب في هدف واحد وواضح، هدف مستنياه كل جماهير الأهلي. السؤال الكبير هو، هل عصر الصرامة والانضباط الجديد ده هيجيب نتيجة فعلا؟ هل هو ده اللي كان ناقص الفريق؟ الإدارة مقتنعة تماما إن الإجراءات دي هي اللي هتمهد الطريق للنجاح جوه الملعب. والمنطق ورا القناعة دي بسيط ومباشر. لما تزود تركيز اللعيبة وتضمن إن مفيش مشاكل إدارية أو فنية، طبيعي إن الأداء الجماعي للفريق كله يتحسن. ولما الأداء يتحسن، فرصك في الفوز بالبطولات سواء محلية أو قارية بتزيد بشكل كبير.
هي كلها حلقة متصلة ببعضها، بتبدأ من الانضباط وبتنتهي بالكاس. بس في النهاية يبقى السؤال الأهم، هل الانضباط لوحده كفاية عشان هيبة النادي ترجع كاملة زي ما الجماهير عايزة؟ الحصن ده اتبنى وقواعده اتحطت، لكن القوة الحقيقية للحصن ده مش هتظهر غير بالبطولات اللي هيجيبها.